السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. واخيرا رجعت اعمل معاكم تاني اوردرات التورت والجاتوهات بتاعتي، ورجعت المشروع البيت بتاعي. وهنعمل مع بعض النهارده تورتايه مقاس 20 في 20 بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، من صاج 40 في 50. والباقي هنعمله كبات، لان انا مطلوب مني اوردر تاني كبات يعني متفقه مع كذا محل كده ومحتاج مني كبات. هنعمله مع بعض الفيديو الجاي. يا ريت تقولوا رايكم في التعليقات على التورتايه، وان شاء الله تعجبكم. يا ريت كمان اللي لسه مشتركش في القناه ينورني بالاشتراك في القناه. عايز عيلتي الجميله دي تكبر بيكم. يلا بينا نخش على الوصفه ونشوف المكونات والمقادير ايه. انا نسيت اقول لكم قبل ما نبدا الوصفه ان انا رجعت اسم القناه تاني للطبخ احلى مع نغم، لان انا هعمل عليها الاوردرات بتاعتي باذن الله كده. يعني ما بقتش هطلع عليها في التحديات وكده، لان يعني سعد ما عادش فاضي والكلام من ده، وعدنا بنكسل صراحة نصور. اساسا هو عاد بيكسل يصور. فهنرجع مع بعض تاني نعمل الاوردرات بتاعتنا. هتبقى القناة بتاعتنا مخصصة بس للطبخ والاوردرات اللي هي بتاعت التورت والجاتوهات، واي اوردر اتطلب مني باذن الله. فرجعتها تاني لقناة الطبخ احلى مع نغم. غيرت الاسم بتاعها، ويا ريت تنوروني فيها. هقولها لكم تاني، وما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. هقولك النهاردة مقدار الصاج 40 في 50 اللي انا بشتغل بيه دايما معاكم. الحقيقة انا كنت وقفت شغل فترة لظروف صحية وكده، والحمد لله بدأت ارجع من النهاردة تاني. هنعمل مع بعض التورت والجاتوهات بتاعتنا اللي كنا بنقدمها. الحمد لله يعني كان ليا زباين كتير الفترة اللي فاتت. ايام ما كنت يعني بشتغل، والحمد لله يعني اللي خلاني ارجع الشغل تاني لما ظروفي الصحيه بس اتحسنت شويه كده، لان كان في ناس كتير بتتصل عليا دايما على الماسنجر تطمن عليا وتقول احنا عايزينك ترجعي تاني، وبيسالوا على الاوردرات بتاعتي. فالحمد لله هنبدا مع بعض تاني. والنهارده هقول لكم المقدار اللي كنت بشتغل بيه برضو زمان، لان هم برضو نفس الصاجين اللي عندي اللي بشتغل بيهم. مقدار السبع بيضات في صاج 40 في 50. هعمل هنا كوبايتين وربع دقيق. واخد ربع كوبايه كاكاو. لو انت عايزاه اسبونج فانيليا هتخلي كوبايتين ونص دقيق. هعمل بقى معاكم النهارده سبونج شوكولاته زي ما قلت، يبقى كوبايتين وربع دقيق بنفس معيار الكوبايه دي. كل اللي هقول عليه بالكوبايات هيبقى بنفس معيار كوبايه واحده. وربع كوبايه شوكولاته كاكاو خام اسباني. في كاكاو اغمق من ده شويه، بس الحقيقه انا ما لقيتش وقتها، فجبت اللي موجود هو ده برضو اسباني. بس لو لقيت اللي هو لونه اغمق بيبقى مر كمان شويه عن ده كمان، بس مرارته ما بتبانش في الاسبونج. هاتي منه بدي نتيجه احسن في اللون وفي الطعم كمان. ربع كوبايه نشا اهي. 7 بيضات. معلقه كبيره خل. معلقه كبيره كيك شيف. ما تستعمليش اللي هو البيكنج باودر، ما بيديش نتيجه زي الكيك شيف. وهناخد عشان انا هعمل النهارده اسبونج بالشوكولاته. هاخد واحده بس فانيليا. هتعمليه بالاسبونج فانيليا هتحطي 2 باكت فانيليا عشان ريحه الزفاره بتاع البيض. وهحط معلقتين محسن جل شفاف. انا نسيت احطه. انا جايبه العلبه دي ربع كيلو كده، فحطيته في العلبه بتاعه المكستيلا الصغيره اللي كانت عندي دي. هقول مقادير معاكم تاني من جديد. 2 وربع كوبايه دقيق. اي نوع بقى اللي هو لجميع الاستخدامات. اي نوع لجميع الاستخدامات ينفع للسبونج. 2 وربع دقيق. ربع كوبايه كاكاو خام اسباني. ربع كوبايه نشا. 7 بيضات. 3/4 كوبايه ميه متلجه من التلاجة يعني. معلقه كبيره خل عشان زفرت البيض، والخل ده بدي برضو طراوه طراوه للكيك، وفي نفس الوقت يعني بيحسن السبونج. 7 بيضات. معلقتين كبار من بتوع الاكل محسن جل شفاف. كوبايه ونص سكر بنفس المعيار الكوبايه دي. باكت فانيليا. معلقه كبيره كيك شيف. هنعمل بقى الخليط على بعضه مع بعض. حطيت هنا ال7 بيضات، هحط هنا عليهم السكر، وهحط معلقه الخل، معلقه كبيره خل زي ما قلت. وهضرب لحد ما السكر يدوب. احط هنا باكت الفانيليا، ومكتريش فانيليا حتى لو فانيليا سايله علشان بتمرر. هنا السكر داب وعمل فوليوم، البيض عمل فوليوم كده. احط بقى معلقتين المحسن جل الشفاف.
نشفش ولا اعمل ايه. بس كده هضرب بقى على سرعة عالية لحد ما يتقل معايا واعمل وهوريهولكم. عشان بس الصوت، فانا هضرب لحد ما يتقل ويعمل فوليوم، وقبل ما اضيف اي اضافات تانية هرجع لكم. شايفين القوام بتاعه بدأ يتقل اهو كده، تطمني بقى ان انت المحسن بتاعك شغال كده. بعد دقيقتين او اقل من دقيقتين بدأ يتقل اهو. هوريكم القوام برضو المفروض ان احنا نوصل. تعرفوا ازاي بقى انك تبطلي ضرب في السكر والبيض ازاي؟ شو انا بعمل كده، بينزل من على البتاع خط متواصل ازاي، بينزل على طول، البوز بتاعه بينزل على طول. لا انا عايزه اما اعمل كده بقى يعمل بوز بطه هنا كده، بوز عصفوره زي ما بيقولوا، بوز ايه يعني، المهم ان هو يعمل يبقى واقف هنا كده ما ينزلش. شوفي انا لسه سايل اهو. هفضل اضرب بقى لحد ما اوصل المرحله دي. هنا هنا كده خلصت ضرب. شايفين البوز بتاعه واقف ازاي، ما بينزلش يعني، ما بينزلش زي المره اللي فاتت. هضيف عليه بقى 3/4 كوبايه ميه، هضيفها مره واحده وهضرب. هتلاقي الخليط ده كله ساب من تاني. هنفضل نضرب فيه برضو لحد ما يجمد تاني زي ويعمل نفس البوز ده برضو. هنا هاخد معلقه كبيره من الكيك شيف ده، وزي ما قلت لكم بلاش البيكنج باودر، الكيك شيف بيدي نتيجه احسن. هو الكيس هنا يعتبر معلقتين، باخد منه معلقه. يعني انا بستخدم الكيس ده على مرتين زي ما انتم شايفين كده. هحطها على الدقيق هنا 2.4 دقيق زي ما قلت لكم. وهضيف هنا برضو الربع الكاكاو، حوالي معلقتين كبار برضو. يعني انا اشتلت معلقتين كبار مليانين هرميين من المعلقه اللي هي بتاعه الاكل اللي في ايدي دي، وحطيت مكانها كاكاو خام باودر. ويستحسن ان انتوا تنخليه قبل ما تستخدميه. وهحط هنا الربع النشا، وهقلبهم مع بعض كده، وانزل على الخليط اللي انا عملته بتاع البيض ده، هنزل عليه واحده واحده بالتدريج. تقدري تحطي بالمعلقه، تقدري تحطي بالطبق كده زي ما انا هحط، بس واحده واحده، انا ما احطش كميه كبيره. كنت عايزه اقول ايه تاني. انا اول مره استخدم البيض من التلاجة كده استخدمه على طول. انا كنت الاول بطلعه يبرد، بس الحقيقه انا نسيت اطلعه المره دي، فاستخدمته على طول كده من التلاجة على طول. هنشوف برضو النتيجه مع بعض ايه. بس لازم الميه تكون اللي انت هتستخدميها لازم تكون ميه، يعني ممكن تكون عندك ميه في كل ما هيش ساقعه قوي، بس يعني مش ميه اللي هي عاديه كده، مش ميه حنفيه. في الصيف ما تبقاش ميه حنفيه، في الوقت اللي احنا فيه ده كده كده الميه بتنزل ساقعه من الحنفيه. او ممكن تعملي خليط بين ميه ساقعه وميه سخنه، يعني تدربيهم مع بعض كده. المهم الخليط يكون فيه ميه تكون ساقعه. انا في الوقت ده طبعا لو انت عندك المضرب ده هتحط بالتدريج زي ما انا بعمل كده. لو عندك العجان بتحط كله على بعض وتضربيه مره واحده حوالي 10 دقايق. هحط هنا بالتدريج واحده واحده كده، هوريكم بس الكميه. انا حبه صغيرين جدا كده، وتضربوا على ابطأ سرعه علشان الهواء اللي احنا عملناه. هقفل بس عشان تسمعوني. بنضرب في الوقت ده على ابطأ حاجه علشان الهواء اللي احنا دخلناه في البيض ما يطلعش. ما بتضربوش على سرعه، انت مجرد بس ان انت بتخلطوهم مع بعض. ويستحسن لو انت
مش هتعرفي تعمليها بالطريقه دي وهتطلعي الهواء منه، تعمليه بمعلقه بسباتيولا بمضرب اللي هو اليدوي. فانا هعمله دلوقتي بالمضرب ده على ابطأ سرعه. هقفل بس وارجع لكم بعد ما اخلص. هنجيب كده سباتيولا ونجيب اللي في الجوانب علشان الدقيق لو مختلطش او حاجه، ونجيب من تحت ونرجع تاني نقلبه بس بالمعلقه تقليبه بسيطه كده، وننزل بيه في الصاج. كده انا سويته اهو بالسكرابر اللي زي ده. بفضل اسوي فيه كده لحد ما يبقى كله مقاس واحد، يعني ما فيش حته عاليه حته واطيه، واحطه في الفرن. انا الفرن بتاعي قديم شويه وما لهوش ارقام، الارقام بتاعته ممسوحه، فانا بخلي درجه الحراره بتاعته وسط، وبحط الرف في النص لان الفرن بتاعي هادي شويه، وما بولعش من فوق، بولع من تحت بس. وفي نفس الوقت بحط طاسه صغيره كده، او لو عندك صاج تاني زي ده حط فيه شويه ميه، حطيه على الحديده من تحت علشان البخار بتاع بس اول ما تبداي فتح الفرن علشان لما الميه تسخن البخار بتاعها بينظم درجه الحراره جوه الفرن، بيخلي الاسبونج ما ياخدش وقت في الفرن وما يتحرقش، وفي نفس الوقت بيخلي الاسبونج طالع عالي وطري. انا بولع على الفرن يسخن من قبل ما احط الدقيق، يعني وانا لسه بضرب في اخر البيض كده قبل ما بحط الدقيق بضيف بفتح الفرن. معايا هنا كريمه الفا، انا اول مره استخدم النوع ده فهجربه لان ريتش المتحده بقى غالي جدا. بس في ناس كتير بتشكر في النوع ده، مكتوب عليها الفا. مش عارفه الكيلو كان تقريبا ب285 295، غالي جدا. فانا جبت نص كيلو، وجبت بس كريم برضه عشان بطعم الكريمه بيه، واحط عليها بقى سواء جناش شوكولاته من احنا هنعمله. وجبت اللي هو سما دي الواحد ب25 جنيه. كنت بجيب اللي هي نص الباكت الكبير، يلا اللي هو 2 كيلو ونص ده، بس يلا خير الحمد لله. ومعايا فانيليا، هحط برضو عليها رشة فانيليا. هاخد من نص كيلو ده كوباية. في الصيف بنحط الكريمة كوباية كريمة عليها كوباية مية، لان في الصيف الكريمة بتبقى سايلة شوية، بتبقى عايزة السوائل بتبقى خفيفة. انما في الشتاء بنحط من كوباية ونص وكوبايتين الا ربع. فاحنا هنجرب مع بعض كده، واحط كوباية الكريمة، واحط برضو بالتدريج كوباية مية الاول، والنص التاني ده هنزود واحدة واحدة، لان زي ما قلت لكم اول مرة استعمل ال- النوع ده من الكريمة، فبرضو عشان ايه ما نخسرش كتير. انا حطيت هنا كوبايه كامله هي كريمه زي ما انتم شايفين لحد فوق خالص. وحطيت الميه بتاعت اول كوبايه لحد هنا، لان انا دقت الكريمه، انا قايله له انا عايزاها خام، يعني معنى كده ما اكونش فيها التسكيره دي. فانا دقتها حسيت انها مسكره زي ما يكون عليها سكر، فانا مش هضيف السكر كمان دلوقتي غير لما ابقى اضربها شويه اشوف طعمها ايه. فعشان كده انا اللي بتبقى مسكره دايما بنبقى مقللين ميتها شويه، عشان كده انا قللت الميه عن الكوبايه كده شويه. هحط هنا الميه وهحط الكريمه. لو انت حاطه الكريمه الخام اللي هي مش فيها سكر خالص، بتحط الميه كده وتحط السكر سكر عادي وبتضربيه لحد ما بيدوب. انا المره دي بقى هجربها كده، ان كانت هتحتاج سكر احط سكر بقى، افضل اضرب فيها لحد ما تدوب، وفي نفس الوقت برضو ما كتريش ضرب لان الكريمه بتمط لو زودت الضرب بتاعها. هضرب بقى بالمضرب وارجع لكم عشان صوت المضرب. انا ضربتها ضربه بسيطه كده بس لحد ما اتشربت الميه، فهحط برضو ربع كوبايه ميه برضو، وهضيف حوالي معلقتين سكر، لان انا هحط معلقه باستري كريم هي فيها تقريبا طلع فيها سكر، بس السكر بتاعها خفيف. هضيف معلقتين، انا ببقى اضيف 3 معالق سكر لكوبايه الكريمه. بس انا هضيف دلوقتي بقى معلقه باستري كريم، لان الكوبايه بضيف عليها معلقه واحده باستري كريم اهو بطعم الكريمه. وهضيف عليها 3 معالق سكر، معلقتين سكر. وبرده ما تنسوش ان انتوا هتسقوا الكيكه بتاعتكم برضو بسيرب ميه على سكر برضو، فانتوا ما تسكروش الدنيا قوي برضو. انتوا ممكن تضربوا دلوقتي لو حسيتوا انها محتاجه سكر تضيفوا معلقه كمان، يعني بالتدريج لحد ما تظبطوا، يعني لو انتوا اول مره تستخدموا من الكريمه زي ما احنا بنستخدمها كده. انما الكريمه اللي هي المتحده انا كنت بحط على الكوبايه 3 معالق سكر، ما كانش بيجي فيها التسكيره ده خالص. هنا هضيف، هنا انا صبيت نص كوبايه ميه اهو، هضيف نصها، يبقى انا كده اعتبر ضايفه، ضفت نصها اهو.
يعني انا حطيتها اهو، ضفت ربع الكوبايه. الربع ده يعتبر هو بقيه الكوبايه من هنا زي ما انا كنت موريكم في الاول، يعني كده يعتبر انا حاطه كوبايه كامله. كده انا ضفت كوبايه ونص بالظبط اهي من معيار الكوبايه. وحطيت معلقتين باستر كريم، وحطيت 3 معالق سكر عادي بتاع الشاي العادي. وضربتهم اهو ما شاء الله. شايفين التقل بتاعها؟ لو هتركنيها في التلاجة شوية لحد ما تخلصي حاجة بقى، مثلا بتعملي بجليسة في تورتايه ولا مش عارفه ايه، وتبقى منك شويه، هتركنيها في التلاجة قبل ما تستخدميها، بس بضربها بس بالسباتيولا بس كده عشان الهواء اللي فيها يطلع. بس انا هستخدمها دلوقتي. انا هعملها. هعمل اللي هو اللي بالفانيليا دلوقتي، واللي بالشوكولاته في الاخر هبقى ازود عليه بقى جناش شوكولاته. تزودي عليه شوكولاته خام باودر، بس الاحسن انك تزودي جناش شوكولاته، او لو عندك نوتيلا بتبقى تدي طعم احسن ما تزودي عليها الكاكاو الخام ده. هنعمل مع بعض الجناش. الربع كيلو عشان نبقى متفقين، الربع كيلو في الشوكولاته بتاخد نص كوبايه ميه، نص كوبايه مج من دي ميه، على معلقتين كبار من بتوع الاكل كريم شانتيه خام، معلقتين كبار زي دي، ده مكان الكريمه. هحط هنا دلوقتي، انا معايا هنا اللي هو سمك ده 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو. عشان تستخدميه ربع كيلو هتستخدمي واحد من ده على نص كيلو، واحد من ده وربع كمان، يعني وربع. هنشوف ده كده، ده في 2 4 6 في 6 في 12 قالب، هتستخدمي ربعه، يعني هتاخدي كمان 3 قوالب من دولا على على الواحد الكامل، علشان تستخدمي نص كوبايه ميه من دي. انا هستخدم النهارده، مش هستخدم القالب ده كله، لان انا جايبه واحد بس، وكنت عايزه اعمل شوكولاته مبشوره، لان ما كنتش عارفه ان انا ما عنديش هنا شوكولاته زياده. فانا هاخد من ده واحد الا ربع على تلت كوبايه ميه. شايفين؟ يعني اكتر من ربع بحاجه بسيطه، واقل من النص. مش عارفه هي واضحه عندكم ولا لا. يعني هاخد واحد من ده، واحد الا ربع، يعني انا هشتغل 3 قطع من دول كده، وهحط قصادهم تلت كوبايه ميه على معلقه واحده بس كريم شانتيه. هحط هنا دلوقتي معلقه الكريم شانتيه. تقدر تستغنى عن الكريم شانتيه خالص، بس هو بيدي يعني طعم حلو في الجناش، وفي نفس الوقت بيدي تقل حلو برضو للجناش، بيساعد على تقل الجناش. بس هجيب بس بقيه المعلقه لانها ما كملتش قوي زي ما انتم شايفين كده. واحط ده تلت كوبايه ميه اهي، يعني النص هيبقى لحد هنا كده، هي تحت النص بشويه، هي هحطها هنا كده. لازم تدوبوهم كويس جدا قبل ما تحطوهم على النار، وانت حطاهم على النار هتحطوهم على نار هاديه جدا لحد ما الميه دي تغلي. وايدك هتبقى فيها برضو بعد ما تحط الشوكولاته، مش تشتليش ايدك من عليها ابدا. هدوبها كده بالمضرب وارجع لكم. خلاص هنا دوبتها بالمضرب اهون. هحطها على النار بقى لحد ما تغلي، وعلى نار هاديه خالص عشان الكريمه، عشان الكريمه ما تتلسعش. لو ما عندكيش كريمه وعايزه تعمليها بميه بس ساده كده اعمليها. عايزه، انا بشوف ناس كتير بتعملها بميه، بس انا صراحه ما جربتهاش اللي هي ميه من غير الكريمه دي. هجربها برضو اقول لكم الفرق بينها وبين التانية ايه، سواء في القوام او في الطعم. وما تغلي هكسر 3/4 الشوكولاته دي واحطها عليها. هنا الميه غليت اهي. هضيف عليها بقى الشوكولاته دي وارجعها تاني على نار هاديه خالص. لو مش هتقدري تتحكمي في النار، خليها على حمام بخار، يعني حطي تحتها طبق او حله يكون فيها ميه، وحطي فيها عليها الحاجه اللي انت بتسيحي فيها الشوكولاته دي. هنقلب، هتفضلي تقلبي فيها باستمرار بالمضرب او بالمعلقه لحد ما تسيح خالص. شايفين هنا كده انا عملته ودوبته اهو، بس حاسه انه تقيل جدا، فانا غليت حوالي معلقه ميه او معلقتين ميه كده على النار، وهرجع ده على النار تاني وازودهم بالتدريج. هو كده كده مجرد ما هيبرد هيتقل تاني شويه. شايفين التقل بتاعه ده اللي اعطيه ليه الكريم شانتيه. لو انت عاملاه بميه هيبقى اخف من كده، مش هيحتاج بقى المعلقتين اللي انا هحطهم. فهحطهم وارجع لهم. هنا غليت معلقه ميه واحده بس في الكنكه وحطيتها. شايفين التقل بتاعه كل ما هيبرد كل ما هيتقل كمان اهو. يعني كده التسع مكعبات من العبوة دي 9 مكعبات، يعني واحد الا ربع.
عليهم تلت كوبايه، بس تلت كوبايه مليان بضمير كده، او تلت كوبايه وحط عليه معلقه معلقه كمان من بتاعه الاكل اللي زي دي كده. بس ابدأي الاول بتلت كوبايه، حسيت ان هو تقيل روح غاليه معلقه واحده بس وحطها عليه. ما لقيتيه كويس يعني يناسبك، سيبيه. خف منك لا قدر الله كده، يعني انت مثلا عملتيه كده ولقيت التقل ده ما هوش عاجبك بعد ما برد، روح حطها على حمام بخار في الحاجه اللي انت مسيحاها فيها زي ما هي كده، وهاتي مكعب شوكولاته وروح حطاه فيه وقلبيه. دلوقتي بقى هحط عليه معلقه او نص معلقه زيت صغيره عشان تديله اللمعه بتاع الجناش. معلش الكاميرا كانت هتقع، التليفون كان هيقع. نص معلقه صغيره اهي برضو عشان ما تديش طعم، وفي نفس الوقت تبقى عاطيه لمعه. هرجعه على النار بس ياخد تقليبه بس على النار كده عشان الزيت طعمه ما بقاش باين في قلب الجناش. الورق الترانسفير اللي انت بتسيحيه، الشوكولاته بتسيحيها عشان ترانسفير، بتسيحيها زي ما انت حطاها كده، بتحطيها على النار في قلب الطاسه زي دي كده، من غير ميه ومن غير اي حاجه، بتحط تحتها حمام ماء وما بتضيفش عليها زيت. يعني كمية الشوكولاتة اللي انت عايزاها بقى الترانسفير بتستخدميها، بتجمد بقى علشان ما عليهاش زيت وما عليهاش ميه، فبتجمد في الترانسفير، بتطلع الرسمه اللي في الورقه بتاع الترانسفير. لو انت حاطه عليها زيت ما بتشتلش الرسمه كلها من الورقه. هتجمد وهترجع الشوكولاته تاني جامده في قلب البتاع الحله او الطاسه انت بتسيحي فيها. المره الجايه برضو هتحطها على حمام بخار وتستعمليها. شايفين كل ما بتبرد بتتقل اهي، شايفين؟ وطالما مغطيه المعلقه كده اهي، يبقى هي كده التقل بتاعها كويس. وكل ما هتبرد هتتقل. ما بتستخدمهاش طبعا سخنه كده عشان ما تسيحش الكريمه، بس سيبها لما تهدى خالص وتبقى فتره خالص زي دمع العين كده، وبعدين تصبها على الكريمه. سواء بقى هتعمليها على تضربها في الكريمه، سواء تعملي بها ال... الدربات اللي على الكيكايه، او سواء بقى هتغطي بها الكيكايه نفسها. لازم تكون بارده خالص زي دمع العين. كل شويه قلبي فيها كده. لو لقيتي فيها تكتلات صفيها بمصفى عاديه زي اللي انت بتعملي بها اليانسون، او اي مصفى بتصفي بيها اللي هي الصغيره اللي خالص دي، اللي الخروم بتاعتها ضيق. ما لقيتيش فيها تكتلات زي دي كده، ما تصفيهاش، سيبها زي ما هي كده. بقى انا جلستها لان كان النور قطع عندي، وانا كنت ملزومه بقى بتسليم الاوردر وكده، فخفت ان انا استنى عشان لسه عندي برضو اوردر تاني بتاع كبات لي محل. فعشان كده قلت اجلسها على ما يبقى النور يجي. هنا عملت جلستها باللون الابيض، وحشيتها برضو كريمه بيضه الاسبونج بني زي ما انتوا شايفين عارفين يعني. والجوانب من هنا عملتها باللون البني. هعمل هنا كده هحزم التورته من تحت باللون البني. المطلوب منه التورته دي ان انا اعملها صوصات وشوكولاته، فانا المره دي هعملها بقى مش هعملها نص ونص، لا هعملها زي نظام مروحه كده، يبقى انا عملت الكريمه دي الاول قبل ما انسى. ان عملت الكريمه ده حطيت شويه كريمه بيضه، وحطيت عليها شويه جناش، وحطيت عليها لون اللي هو البني ده، وقلبتهم لحد ما اداني الدرجه دي. انا مش عايزاها بني غامق، انا عايزاها لون فاتح، يعني طلبها ما يكونش الشوكولاته بتاعتها تقيله قوي. آه انا حزمتها من تحت كده. لسه الجنب ده بس كده هزود، هعمل كريمه تانية شوكولاته علشان اعملها عليه، لان انا كنت عامله كميه كريمه صغيره بني. هنا انا جهزت الصوصات اهي. اهي هحط بقى هنا يعني انا هعملها زي نظام مروحه كده، انا قسمتها قدامكم زي ما انتم شايفين. هعمل هنا شوكولاته، اسويها بالمعلقه. الشوكولاته دي الجناش ده انا عملته آه 9 مكعبات من شوكولاته سما.
يعني اقلب الا ربع على نص كوبايه ميه، والنص ممكن يكون يزيد شويه كمان. يعني انت كل في الساقعه دي كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل. يعني ممكن تكون دخلت زياده عن النص، عن النص كوبايه بمعلقه بمعلقتين كمان. احط جنبها من هنا اصفر، واحط الجنب التاني منه احمر، علشان انا عايزه اعمل في الخط اللي في النص ده كده ادخلهم في بعض التشبيحه دي علشان يدي شكل برضو. هكمل باقي التورتايه بالطريقه دي كده وارجع لكم. ده الشكل اللي كنت بعمله. هعمل بقى هنا كده خطوط ادخلهم في بعض كده زجزاج كده. زي ما انتم شايفين. هجيب بقى هنا كده كل ربع كده هعمل قصاده نفس الدريب بتاع اللون بتاعه. هنا عملت شوكولاتة كده، عملتها سيحتها واحطها هنا كده في النص. سيحتها عملتها على ورق الفاكيوم. حطيتها فوق بعض كده، ومعايا هنا دست ذهبي. انا الحقيقه الفرشه بتاعتي مش لاقياها. احط بس كده على الشوكولاته. حطيت هنا دست ذهبي كده على الشوكولاته من فوق. وعملت برضو رشرشت حاجات بسيطه كده برضو على الوش. حطيت هنا كده الكريسب البني، حطيته على الوش كده على الروزيتات. وجبت كريسب بني برضو قلبته في الدست الذهبي، وكده منظرها في الاخر. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الحمد لله رجعت اعمل المشروع بتاع التورت من تاني. وهعمل في الاوردرات بتاعتي برضو بيتزا وكريبات. وعندي برضو بربي حمام، واللي عايز اوردر حمام برضو يكون مطبوخ. الاسعار كويسة جدا. ده شكلها في النهاية، وبالهنا والشفا.
ونسيت اقول لكم انها اخدت مني كوبايه ونص كريمه. انا كنت ضربت كوبايه تانية فاخدت نصها، فلو انتوا هتعملوها انت النص التاني كده كده هعينه اكمل عليه الكبات بتاعه المحل زي ما قلت لكم. لو انتوا هتعملوا انتوا بقى اضربوا لها كوبايه ونص كريمه بس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. ويا ريت تدعموني باللايك وتكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا ارجع تاني اصور من الاول وجديد. وبالهنا والشفا.